السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده حلقة سهلة وبسيطة جدا كده، يا رب تعجبكم. هنعمل مع بعض النهارده التومية بتاعه المحلات بتاع الشاورما، شاورما الفراخ او اللحمة بيقدموا معاها التومية دي، بتبقى جميلة جدا. هنعملها النهارده بطريقة سهلة وبسيطة جدا، واقول لك ازاي كمان تحتفظي بيها في التلاجة لمدة شهر متكامل بمقادير بسيطة جدا. يلا بينا نخش في الفيديو على طول. اول حاجة كده عندنا معلقتين من النشا، ومعايا كمان نص كوباية من اللبن، نص كوباية من المية السخنة، معلقه من الثوم المفروم، وعندي عصره ليمونه كبيره، وعندي كمان نص معلقه صغيره من الملح. اول حاجه كده هجيب اللبن معايا، هضيفه على النشا، وبعدين هبدا ادوبه كويس جدا، مش هخلي فيه اي تكتلات خالص. والخطوه ديت مهمه جدا علشان خاطر ما يعملش كلاكيع معايا كده، او كتل واحنا بنعمل التوميه. هقلبه كويس جدا. لو ما ينفعش بالمعلقه هنعمله بالمضرب السلك. وبعدين هبدا دلوقتي اضيف اللبن والنشا على الميه السخنه، واقلبها كويس جدا. وبعدين هبدا ارفعها على النار واقلبها لحد ما تبدا تعمل معايا كده فقاقيع كده، وتبقى عامله زي المهلبيه الخفيفه كده. بعد بقى ما تعمل فقاقيع كده معايا، هي كده خلاص استوت. هشيلها من على النار على طول وهي سخنه كده، احطها كده في شفشق الخلاط بتاعنا. وبقول بقى لاخواتنا اللي لسه مشتركوش في القناه، اشتركوا في القناه، ان شاء الله هتلاقوا فيها حاجات كويسه جدا، وهنقدم حلقات كويسه الفتره الجايه باذن الله. بس نحاول اظبط بس شويه المشاكل اللي عندي في القناه ديت، مخلياني والله مضايقاني، ومخلياني كمان مش عارفه اصور ولا اي حاجه. بعد بقى ما نزلت الخليط اللي احنا عملناه على النار، هبدا انزل بالثوم وكمان بالملح، وبعدين هنزل كمان بالليمون. هناخد بقى شفشق الخلاط بتاعنا نركبه كده على القاعده بتاعتنا، ونبدا نضرب المزيج ده مع بعضه كده لحد ما ينعم معايا خالص. وبعدين هنبدا عندنا هنا نص كوبايه من الزيت، هبدا انزل بيه الزيت بتاعي بس السرسوب رفيع جدا زي ما انتم شايفين كده، يبقى الخلاط شغال من تحت. وعندي هنا نص كوبايه الزيت بنزل بيها شويه صغيرين بشويه صغيرين. هبص الاقيه كده خلاص ظبط معاه، وده قوامه عشان هو لسه سخن، لكن لما يبرد هيبدأ القوام بتاعه يتقل. لو احنا عايزينه نحتفظ بيه لمدة شهر متكامل في التلاجة، بنعبيه في علب صغيرة كده معقمة ما فيهاش ولا نقطة مية، وبعدين لما بيبرد بندخله التلاجة. ده شكله بعد اما برد معايا. لو احنا ده بقى شكله اهو جميل ما شاء الله عليه جدا. قوامه عامل زي قوام الزبادي كده. آه، انجح واسهل طريقه لعمل التوميه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا لما بنقلبها بتطلع معانا طريه جدا وجميله جدا، تقدروا تضيفيها على سندوتشات على طول، او كمان تقدروا تحتفظي بيه في الفريزر. اتمنى يكون الفيديو النهارده سهل وبسيط وعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه لو لسه مشتركتوش. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.